السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشركم مبروك يدخل عليكم بالصحة والهنا واش ما تمنيتو يا ربي. ومرحبا بكم في فيديو جديد. ما تنساوش تدعموني في القناة ديالي باش توصلوا بالجديد. واليوم غادي نشارك معكم بشنيخة، واحد المعسلة اللي كتجي زوينة رائعة. نبداو على بركة الله. اول حاجة كنديروها كناخد 2 لتر ديال الماء. انا غادي نعطيكم القياس الكبير اللي كيخرج لي ما شاء الله 9 الكيلو ديال البشنيخه بالنسبه للناس اللي باغيين يبيعوا، وراه فيها الربح ما شاء الله. وبالنسبه للناس اللي باغيين غير كميه قليله انا غادي نكتب لكم مقادير مضبوطين في صندوق الوصف. المهم كنديروا 2 لتر ديال الماء، كنخليهم حتى كيغليو، كنقص عليهم البوطه كتكون مهيله جدا، وكندير فيها كيلو ديال الزبده، يعني 4 ديال العلب ديال المارغرين، الفئه ديال 250 غرام. انا استعملت داك المارغرين اللي شفتو، ممكن تستعملوا اي مارغرين. المهم يكون كيلو، وكنخليه على نار مهيله جدا كما قلت لكم، وكنخليه باش يطلق غير بشويه باش ما يتبخرليش الماء. هنايا كناخذ 5 كيلو ديال الدقيق، الفرينه دقيق ممتاز، 5 ديال الكيلو. كندير فيه 2 ديال الساشيات ديال الخميره، واحد الرشيشه ديال المليحه صغيره، رشيشه وصافي. كنخلطهم هكا النواشف، ومن بعد كناخد داك الماء اللي داب اللي فيه الزبده، وكما قلت لكم النار تكون مهيله باش ما يتبخروش السوائل، واضطروا انكم تزيدوا الماء ولا شي حاجه وما غاديش تستقليكم العجينه. هنايا كندير الماء سخون، كي غير كنحيدو على النار كنخويه في على الدقيق، وكما كتشوفوا راه كندير مغرفه ديال الخشب حيت كيحرق. كنبقى هكا ندير بمغرفه ديال الخشب. وخدموا، يعني حاولوا تخدموا بالزربه، حيت هاد العجينه السر ديالها باش تكون مزيانه خاصها تخدم سخونه. الا بردت صافي غادي تقساح وما غاديش تصدق معكم. يعني ضروري تخدموا بالزربه، وحبذا لو كان عندكم شي واحد يعاونكم. وبالنسبه للناس اللي يديروا كميه قليله هذيك راه دغيا غادي يوجدوها. حنايا كنحرك دغيا بالمغرفه ديال الخشب باش ما نحرقش يدي. ومن بعد ما نكمل، يعني الجميع ديالها ضروري نجمعها بيدي، نحس بها شويه بردت نجمعها بيدي. ما كتحتاجش بزاف ديال التعلاك، غير شويه نجمعها صافي. ودغيا كتجمع عجينتها زوينه بزاف طريه، ماشي بحال الشباكيه كتعذب كما كتشوفوا. كناخدها دغيا دغيا وهي سخونه، كنقسمها كويرات صغار باش يعاونوني في الخدمه، ما نخليهاش مجموعه. كنقسمها كويرات، ومن بعد كنغطيها بواحد السيف باش تشد لي الحراره، واحد البلاستيك من الفوق هكا باش تحافظ على الحراره ديالها وقت طويل. ما ديروش غير البلاستيك حيت ترد لكم الندا وغادي تفزق لكم العجينه، ضروري البلاستيكه. وهنا غادي نسرحها، راه ساهله في التسراح بزاف حيت رطبه. وحاجه اخرى خصكم تحاولوا ديروا دوك الشرائط اللي راني كنسرح انا كما كتشوفوا كنديرهم، نحاول ندير لهم حواف محدده، يعني ما يجيش جهه عوجه، ولا حيت فاش غتخرجها في هذه ديال السباغيتي غادي تضيع لكم بزاف ديال العجينه، غادي يجي واحد الخيط طويل واحد قصير. داكشي علاش ديروا في الاول العجينه متساويه هكا باش تعاونكم في الخدمه، مابقاش تعاودوا مره مره. يعني تضربوا غير مره وغادي تخرج معكم كما كتشوفوا انا، يعني خيوط صغار اللي طاحوا لي ماشي بزاف. اما الا كانت العجينه ماشي متساويه بزاف ديال الخيوط غادي يطيحوا لكم، وغادي تبداو تعاودوا، وملي كتعاودوا العجينه كتقصاح وتعذبكم في الخدمه، وغادي تضطروا ترميوها وغادي تضيع لكم العجينه. هنا كنبدا نقرص عفوا نقرصها بحال كما كتشوفوا. كنتفحها شويه وكنقرص، كنتفح شويه ونقرص باش تعطي لي هذا الشكل ديال البشتيخه. ملي كنقرص ماشي كنقرص غير هكا وكنخليها، ما غاديش تجي كما كتشوفوا هكا بحال الشكوى. بالنسبه لهذوك الخيوط اللي كيطيحوا خصكم تقلعوهم، تحايدوهم وتزيروا مزيان على الجوانب باش هكا فاش تمشيو طيبوها ما غاديش تبقى طيح لكم في الزيت وتضيع لكم الزيت وهذه تحرق. يعني من الاول قلعوهم وغادي يعاونوكم في الخدمه. غادي نعاود معكم الطريقه باش هكا تفهموا مزيان. كنسرح كما قلت لكم هكا كما كتشوفوا، كندير الحواف، كنحاول نديرهم، يعني القطعه كنحاول نديرها
متساوية جدًا، وكنفوتها في الرقم هنايا. كاين اللي كيكون عنده رقم 6 هو الرقيق، وكاين اللي كيكون عنده 2 هو الرقيق. يعني ما ديروش على 1 ولا 7، ديروا على 2 ولا على 6. شوفوا نتوما الماشينة ديالكم كيفاش دايرة. وهنايا كنخرّجها في ديال السباغيتي كيما كتشوفوا، وراه ما كيخرجوليش بزاف ديال الخيوط مقطعين. ومن بعد كنسرّحها، كنساويها، وكنبدا نقرصها كيما شفتوا. واحد اليد ما كنحركهاش، كندفع غير بوحده باش هكا الجهه اللي قرصت في الاول ما تضيعش. هنايا كنبدا نحايد الخيوط اللي كاينين، يعني دوك البقايا اللي خارجين باش ما يضيعوليش الزيت. كنستمر في هاد العمليه تنكملها. هانتوما كيما تشوفوا ما شاء الله راه كتخرج كميه كبيره. خرجت لي بالضبط 9 كيلو وشي 500 غرام. يعني داكشي اللي هزو داقو وداكشي غادي تكون 500 غرام. هنايا خصها ضروري الزيت تكون بزاف، ضروري واحد 3 يترو على الاقل. ولكن تبارك الله بالنسبه اللي يبيعوا راه غادي تخرج لكم كميه وافره وغادي تربحوا فيها. والزيت تكون سخونه ضروري. تنقصوا البوطه غير واحد شويه وتلوحوها فيها، وما تحركوهاش في الاول، حيت ملي تكون الزيت كتيره راه هي كتطلع بوحدها وكتبدا تعوم في الزيت. ما تحركوهاش في الاول، حيت الا حركتوها غادي دوك الخيوط يتحلوا. غير تشوفوها بدات تذهب واحد شويه من التحت تبداو تحركوها، وغير بشويه تحركوها. ما تريدوش بالتحرك، ضروري غير تحركوا تقلبوها حتى تشوفوها تحمرت. وحيدوها وطفيوها في العسل. كما قلت لكم ضروري الزيت تكون سخونه وتنقصوا لها غير واحد شويه وتلوحوا فيها البشنيخه. وما تحركوهاش في الاول حتى تشوفوها ذهبت واحد الشيء من التحت. وتبقاو تحركوها، ما تريدوش بالتحرك في هذه المرحله. ومن بعد ملي تبغيو تحيدوها نقصوا البوطه، حيدوها ديروها في العسل. وفاش ديروا تاني ديروا وجهدوا البوطه هكا باش ما تسخنش الزيت وتشمتكم تحمرها لكم وتبقى من الداخل خضراء. ما كيجيش المذاق ديالها زوين. كتجي رائعه. انا شخصيا كنبغيها بزاف احسن من الشباكيه. ان شاء الله غادي نشارك معكم الشباكيه اللي كنصاوب كتجي زوينه، ولكن انا شخصيا كتعجبني البشنيخه، ما كتعجبني الشباكيه. ولكن غنشارك معكم الشباكيه كتجي رائعه. الناس اللي كيصاوبوها عندي كتعجبهم، حيت انا كنصاوب لي كوموند. وهذه كما كنقول لكم بالنسبه للناس، يعني شي وحده كتعرف شي وحده كتصاوب هادشي ديال لي كوموند باش تربح. هذه ما شاء الله كتخرج واحد الكميه وافره وفيها الربح. بارطاجيو مع الناس اللي كيخدموا باش تعاونوهم. وهنايا كنبقى نقلبها غير بشويه كما كتشوفوا باش هكا ما يضيع لكمش ويتهرسوا لها دوك الجوانب اللي كاينين، دوك الخيوط طيح لكم في الزيت وتضيع لكم الزيت. هنايا كنديرها في العسل، حتى في العسل كنحاول عليها باش ما تهرسليش. والعسل غادي نخليها لكم في صندوق الوصف الرابط ديالها. انا صاوبتها كتجي رائعه. ما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناه ديالي، وتخليو لي جيم في الفيديو والتعليق. ودمتم سالمين.